في عالم مليء بالأسرار والغموض، خطر والتهديد دايما موجود. آستا كرومان شاب صغير لسه في أول حياته، حاله بيتشقلب مرة واحدة لما يصحى فوق منارة عالية ومرتفعة، بيلاقي نفسه في جزيرة خفية ومخفية عن أنظار الناس. بيكتشف كمان إن في بشر تانيين غيره، والمصيبة إن القبائل على الجزيرة هنا بياكلوا لحم البشر. ده مين اللي أمه داعية عليه ده؟ ركز معايا، اتحمس في البداية، اسمع الفيديو للنهاية، وهيا بينا نروي لكم ما جرى في أحداث تلك الحكاية. ده هو آستا، هو واد غلبان كان مرمي في أحد الزنازن وبيحلم بحلم غريب جدا. بيصحى مفجوع وهو مش فاهم ايه اللي بيحصل له او ايه اللي جابه هنا اساسا. بيقول انا ايه اللي جابني هنا؟ انا ما عملتش اي حاجة. ايوه انا فين؟ الواد متحير، وفجأة بتسمع صوت العالي ده. البنت الحزينة اللي جنبه في الناحية التانية بيتكلموا من الفتحة اللي بينهم، وبتقول له خد بالك يا صاحبي، مفيش وقت للي انت بتعمله دوت، لازم تدور على طريقة تطلع بيها من هنا في اسرع وقت وتهرب يا باشا، ما عادش فاضل كتير، الجدران بتقرب علينا وكلها عدة ثواني وسنصحك بلا ادنى شك. الواد بيبص حواليه بكل لهفة، وفعلا بيتاكد من الكلام دوت وبيترعب جدا. بيحاول بسرعه يفتح الباب السفلي، بس البت بتقول ان الباب دوت ما بيفتحش غير من بره. انت كده بتضيع وقت يا عم. بيروح الواد على الشباك وبيحاول يكسره بس بدون اي فايده. بيروح يتكلم مع البنت وحرفيا كانت بتعيط محطمه، وبتعرفه ان ارواح الموتى بدات تسكنها. بتقول له احنا هنموت هنا ومش هنلاقي حد يلحقنا. الواد بيقول لها اهدي كده بس يا ست البنات، دوري على اي حاجه ممكن تساعدنا هنا ولا هنا. البنت فعلا بتقول ان جنبها مطرقه، فبيقول لها كسر الشباك. البنت بتعيط، وهنا كانت الصدمه، اوضتها ما فيهاش غير سرير وبس. استا بيقول لها ناولين المطرقه اكسر الشباك واهرب من هنا، بعدها افتح لك الباب وانقذك. البنت بتقول انت عايز تاخد مني السلاح عشان تهرب وتسيبني لوحدي هنا؟ امثالك انا عارفاهم كويس. وبدات تعيط بحرقه. الواد اتكلم معاها بهدوء وقال لها انه هيوفوا بوعده، وبالفعل البنت بعد ما سمعت كلامه وثقت فيه ومررت له المطرقه من فتحه الجدار. بس مش دايما كل اللي احنا عايزينه بيطلع صح، فالرياح تاتي بما لا تشتهي السفن يا صديقي. المطرقه بتطلع كبيره ومش بتطلع من فتحه الجدار. يا حلاوه كده، امل نجاتهم الوحيد قد ضاع هباء. البنت بتعيط والجدران بتقرب منهم اكتر، وخلاص شكلها النهايه. بتقول له انا مش عارفه ايه اللي جابني هنا. غمضت عيني وصحيت لقيت نفسي على السرير الحديد دوت. سرير؟ انت عندك سرير جوه؟ طب اسمعيني يا ست البنات، امسك المطرقه دي وكسر السرير بسرعه. البنت بتعيط وخلاص مستسلمه للامر الواقع. بس بعد ما بنشوف نظرات الواد الجاده وشفره كلامه لحد، بتستجمع شجاعتها وبالفعل بتكسر السرير، وبتدي الواد حته حديد كبيره، واللي بدورها بتكسر الشباك بكل سهوله. استا بيطلع وبينجح في الهروب. عدت 5 دقايق والواد لسه ما انقذش البنت. البنت قلقت جامد، وشكل كده الواد ضحك عليها، بتشتم فيه، وخلاص الجدران قربت منها وكلها عدة دقايق وهتموت. بس انت متخيل ان استا هيسيبها تموت يا صديقي؟ لا والله. بوم، بيكسر السقف الخشب وبيمد لها ايديه. البنت مش مصدقه انه انقذها، وهو بيقول لها ما تلمسكي ايدي ولا عايزه تموتي هنا. لا لا لا، انا اهو، هات ايدك. فعلا بيمسك ايديها وبيطلعوا على سطح المبنى. اخيرا البنت بتحضنه وبتعيط جامد. بتقول انا كنت فاكرك انك انك هتعمل زيه. زي مين؟ تعال احكي لك. في يوم مسلج كان البنت والشاب طالعين رحله لاحد المناطق الاثريه، بس لسبب غير معروف تاهوا وما قدروش يوصلوا لوجهتهم. قرروا انهم يسيبوا زميلهم المصاب للدببه والحيوانات المفترسه ياكلوه وينفدوا هم بجلدهم. طلبوا من البنت تسيبه وتروح معاهم، لكنها رفضت وفضلت معاه. ولكن ما هي الا ايام قليله وكل الاكل بتاعهم بيخلص وما عادوش عارفين هيعملوا ايه. الواد طبعا مصاب ومش هيقدر يدور على اكل، فالبنت مشكوره بتطلع تشوف اي حاجه ياكلوها، ولما بترجع بتلاقي زميلها اللي عملت كل دوت عشانه سابها ومشي. فعلا هو ده المعنى الحقيقي لحكمة خير تعمل شر تلقى. عرفت ليه انا ما كنتش واثقه فيك يا استا؟ قال لها انا مش زي ولاد الهرمه اللي عرفتيهم دول، انا استا يا بت. فالبنت قالت له تمام يا عم. وبالمناسبه اسمها جينا، طالبه في المرحله الثانويه زي حالتنا كده يعني. الواد بيعرفها بنفسه هو كمان. انا استا اتشرفت بمعرفتك. المكان كله حواليهم كان فاضي خالص، مفيش مباني ولا اي حاجه. بينزلوا من السقف وشكلهم كده في مناره عاليه. بيفتحوا الباب ده وبيبداوا في النزول. استا الاول وتتبعها جينا بخطوات هادئه. بس انت متخيل ان كل حاجه هتمشي بسلاسه وتعدي بسهوله؟ لا والله يا صاحبي، السلم بيطلع ناقصه حته كبيره. جينا بتقول هنعمل ايه؟ هنكمل طبعا، هي دي محتاجه كلام. بينط
وبالفعل بيمسك في باقي السلم الحديد، بيقول للبنت انزلي وانا همسكك، بس هي خايفه جدا وخصوصا ان المكان عالي ومرتفع. الواد بيصر عليها ثق فيا، انا عارف بقولك ايه. بتثق فيه فعلا، واستا كان قد الثقه وقدر يمسكها. بس يا فرحه ما تمت يا صديقي، السلم كان مصدي ومتهالك جدا بيتكسر والعيال بتقع. استا بيلحقها وبيمسك فيها، بس برضك وللاسف بيقع في البحر. استا ما بيعرفش يعوم فبيغرق، وبيتمنى ان لما يموت يدخل الجنه. بس انت متخيل ان هو هيموت بالسهوله دي؟ لا والله، جينا بتنزل له وبتقدر تلحقه. ايوه انت انقذتني مره وانا هو انقذتك التانيه، كده احنا خالصين وما حدش هيعاير التاني. بتدخل بيه على الاوضه دي، واول ما بيفتح النور بتتصدم، وده لانها بتلاقي جثه واحد مقتول بطريقه بشعه. بتبص وراها، وهنا كانت الصدمه، ولد بشعر احمر غريب بيقرب منها. بتلاحظ ان هو بيتكلم صيني، ولا كانه بيرفع عليها السلاح. بيقول لها مين الواد اللي انت خاطفاه دوت، وناويه تعمل ايه فينا؟ انت واتكلمي ليه جبتينا لهنا؟ جبتكوا مين؟ ده انا اصلا معرفش ايه اللي جابني هنا. كدابه، انت فاكراني مغفل ولا ايه؟ يا عم صدقني انا طالبه في كليه الطب وصحيت لقيت نفسي هنا. حتى اسال استا. قال لها تمام، وبيروح عليه فعلا وبيدوس على دراعه بكل غباء. ساعتها جهازه العصبي بيرسل اشارات سريعه للمخ، والواد بيفوق. بيحط السلاح على وشه، بيقول له انت ولا هشق وشك يلا. انت مين؟ ايه ده؟ هو انت اللي هتسالني ولا ايه؟ انا اللي بسال هنا يا عسل. قول لي تعرف الفرخه اللي وراك دي ولا لا؟ وياك تكذب عليا ولا في حرف واحد حتى. فرخه مين؟ لا انا ما اعرفش اي حاجه. جينا بتتصدم، انت ليه بتقول كده؟ انا ما اذيتكش ولا عملت حاجه يا عم. الواد التاني بينزل عليه بالمطوه وبيقتله، او ده اللي انا كنت فاكره يعني. بس بيقول له اوعى ريح تهزك يا صديقي، انا بس كنت بحذركم يا شباب. استا بيصرخ وبيعيط زي العيال الصغيره، والبنت مش فاهمه اي حاجه. ايه اللي حصل لها يا بنت انطقي؟ ما اعرفش والله، هو ممكن يكون فقد الذاكره بسبب الوقعه. قال لها بتكذبوا عليا، اكيد ان نجيب تشيان هو اللي بعتكم لهنا. بس خلاص انا هاخد حقي وهقضي عليكم. والله احنا ما نعرفش مين نجيب تشيان ده. معقوله؟ لكن هو نفس اللي في انمي لينك كلينيك. لا بروح امك، ده في عند اي حد بيلخص انمي مش هنا. البنت قالت له والله ما نعرف حاجه، ومين تشيان ده اصلا، وليه عاوز يقتلك؟ قال لها معاكي كلمه واحده بس تفهميني بيها الموضوع. كلمه مين؟ ده ولا 20 كلمه يكفون عشان افهمك. معاك 2. انطقي بسرعه. البنت قالت له 20 30. ايه دي اعمارنا وممكن نكون مخطوفين. كلامك مقنع وعجبني يا لوزة. خلاص انا خليكم تيجوا معايا، بس الاول عالج المغفل دوت. البنت بتروح عليه وبتحاول تفكره ازاي انقذها وكده. الواد مش فاهم اي حاجه، وابو شعر احمر بيقول لها انا اكيد مش مصدق ان العبيط دوت خاطر بحياته عشانك. جينا لما بتعرف ان مفيش من كلامهم اي فايده بتسيبه وبتروح على الجثه. بتحسس عليها وبتلاقي ان الجلد رطب تماما، وده بيرجع لسببين. الاول اننا قريبين من البحر جدا، والتاني ان الجثه دي لسه منقوله قريب لهنا. على العموم مش هتفرق، هاته على الارض كده عايز اتاكد من حاجه. بيفتح التيشيرت، وهنا كانت الصدمه. في ارقام محفوره على جثه الراجل ده 0485. معناها ايه؟ لا انتم بتبصولي ليه؟ بره عن الحوار ده، انا هقعد في حالي وانتوا اتصرفوا. البنت بتقول له بما اننا هنفضل مع بعض كتير، فايه الاسم المفروض نناديك بيه يا ريس؟ قال لها ساكورا. انا اسمي ساكورا، كنت بهرب من احد العصابات، ولكني فجاه لقيت نفسي هنا. هو انا بعد ما صاحب الخاين غدر بيا نمت في الكهف وصحيت لقيت نفسي هنا. مين اللي بيعمل كده؟ معقول عايزين يبيعوا اعضائنا؟ اكيد لا. من كلام الاستاذه فرخه فاحنا كنا في غرفه مدببه، وكانها غرفه اعدام مش قتل وبس. واكيد يعني محدش هيقتل الناس عايزه اعضائهم. برضه الارقام دي شكلها عباره عن كود غامض وسري محتاج حد يحله. ايوه احنا كده في لعبه مغامره، اكيد في حد يعرفنا وعمل فينا كده. بس هو مين اللي يعرفنا كلنا واحنا اصلا ما نعرفش بعض؟ كلام منطقي يا عم استا، وعندك حق. بس طالما انتم هنا فلازم تلاقوا طريقه عشان تهربوا من هنا. بس دي اصلا عامله زي لعبه، ولازم عشان نهرب نجمع ادله. ندور فين؟ اكيد مش في المغاره، وده لان سلمها اتكسر من شويه، ولا من الدور اللي فوق، فالصخور سد الدنيا ومش هنعرف نوصل لفوق. جينا بقى بتدور في جثه الراجل، وبتلاقي ورقه في ودانه. يا حلاوه، لما بيفتحوها بيلاقوا انها خريطه للجزيره اللي هم فيها. النقطه دي بتمثل المناره، نقطه البدايه. كده قطع الشك باليقين، في واحد مختل عاوز يحطنا في لعبه بايخه. استا اول ما بيشوف الخريطه
ساكورا بيقول لهم انا شفتها قبل كده، انا متاكد. ولما بيحاول يفتكر دماغه بتوجعه ما بيفتكرش اي حاجه. ساكورا طبعا كان متعصب جامد وعاوز يضربه، يمكن ذاكرته تتعدل ويفوق معاهم كده، بس جينا بتمنعه وبتاخد استا بعيد. بيقول لها انا متاكد اني شفت الشخص اللي بيرسمها قبل كده، انا فعلا متاكد لكن مش قادر افتكر اي حاجه، كل ما احاول افتكر دماغي بتوجعني جامد وبحس انها تنفجر، انا فعلا اسف اني مش عارف اساعدكم. وبعدها بيغمى عليه وبينام. وتاني يوم ساكورا بيصحيهم، بيقول لهم احنا هنروح لعلامه الاكس اللي على الخريطه ايا كانت. البنت قالت له احنا مش في احسن حاله دلوقتي، ثم اننا ما نعرفش ايه اللي مستنينا هناك يا صاحبي. الواد استا فرح من كلام ساكورا وقال له انت عندك حق، لازم نشوف في ايه. جينا مش عاجبها الكلام، بس مش بمزاجك يا ماما، ده انتم من النهارده عبيدي ولازم تسمعوا كلامي. لا جامد يا ساكورا والله. بيتمشوا فعلا وفجأة ساكورا بيوقفهم، بيطلع ان في فخ معمول لاصطياد حيوانات او بشر. اوبا، معقول يكون في بشر تانيين غيرنا هنا؟ ده لو طلع جد هتكون حاجة رايقة قوي. غبية، انت اكيد غبية عشان تقولي كلمة زي دي. لو حد طلع دلوقتي مش لازم توثق فيه، لان في الغربة اللي احنا فيها اهم حاجة هي الاكل والشرب والغذاء، واي حد ممكن يعمل عشانهم اي حاجة لانهم اساسيات الحياة. بيقولوا له هنعمل ايه لو قابلناهم فعلا؟ قال لهم احنا لازم الاول نراقبهم ونجمع معلومات، بعدها نتصرف على طريقتي. انا جعان يا اسطى، عايزين ناكل، ما تروح تجيب، هو انا خدامك؟ فعلا العيال بتخاف منه وبيطلع يجمع شوية اكل. استا بيجمع فراولة وجينا بتجمع فطر، والسفاح بيصطاد ارنب. ما هو سفاح صديقي، مش هيجيب خيار مثلا. بيقول لهم تعالوا ناكل في الكهف اللي هناك ده. بيجمعوا الحطب وفعلا بيجهزوا الاكل وبياكلوا سوا، وبعد ما بيخلصوا الواد بيتشرط عليهم، انت يا بنت قومي اعملي لنا سرير، وانت يلا راقب المكان كويس، ومهما حصل ما تدخلش الكهف الا لما ناديك. وبيدخل هو والبنت المسكينه، بيحاول يقرب منها وبيعمل حاجات مش تمام معاها. البنت فعلا بتصرخ وبتحاول تبعده، بس ده ساكورا يا ماما، مش هتعرفي تعملي معاه اي حاجه. بتصوت بعلو صوتها، فاخيرا استا بيتدخل، مش قلت لك ما تجيش هنا؟ بوم، بيرزع واحد بوكس بيشقلبه. الواد بيقوم من تاني وبيقول له احنا فريق ولازم ندعم بعض، مش نعمل اللي بتعمله دوت مع بنت غلبانه. فهي لو كانت اختك كنت هترضى حد يعمل معاها كده؟ اكيد لا، كلنا بنكمل بعض، انا الذكاء وهي العلاج وانت القوه. لو حد فينا اتخلى عن التاني كلنا هنموت، وانت اكيد عارف حاجه شكل دي. الواد بيتضايق وبيديله بنيه كمان، بيسيبهم وبيروح يقعد فوق الشجره، بيفكر في الكلام اللي قاله استا وبيحس بالعار من نفسه. لكنه فجأة بيسمع صوت شخص بيصرخ، بيروح يطمن على استا وجينا لكنهم كانوا بخير. امال صوت مين اللي انا بسمعه ده؟ بيروحوا على مكان الفخ، وهناك بيلاقوا الراجل بيجري وهو مرعوب وخايف جدا، بيقرب من الفخ وشكله هيقع فيه. جينا بتحاول تحذره لكنهم بيسكتوها. الراجل بقى فعلا بيقع في الفخ، وبيجي واحد متنكر وماسك فاس في ايده، بيحاول الراجل يستعطفه عشان بنته الصغيره ملهاش غيره، لكن بيديله على دماغه وما بيفرقش معاه اي حاجه. بعدها بيشد من رجله زي الفرخه وبياخده معاه. الله، ده هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ مين الراجل ده؟ وهل هو بشري اساسا؟ اهو ده اللي هنعرفه في الفيديو الجاي. استنى، رايح فين؟ اتقل، ما تبقاش قفوش كده، بهزر معاك. بعد ما الراجل الغريب اخد الفريسه ومشى، جينا بيغمى عليها من فظاعه المنظر، فبياخدها بيرجعوا بيها للكهف. وهناك بيسال استا ساكورا عن لو كان الشخص دوت من اكل لحوم البشر، فقال له انا مش عارف امي، يعني انا لسه جاي زيكم. على كل ريح جسمك النهارده وبكره نشوف في ايه. بالفعل تاني يوم بيجيبوا جوز هند عشان ياكلوه، لكن البنت بتصوت بعلو صوتها لما بتشوف ان في فار على رجليها. ساكورا بيجي بسرعه وبيشوف في ايه، وبيتصدم لما بيعرف انها بتصوت عشان فار. هو كان على اخره الصراحه. استا بقى بيقول لها ان ساكورا جه بسرعه عشان ينقذها، انت اكيد قلبك طيب وبتحب تساعد. فالواد من كتر الاحراج بيدار وشه والدنيا اخر حلاوه. جينا بتقول لهم انها من كتر الاحراج هتعملها على روحها، بتروح تدارى بعيد، ومن حيث لا تدري بتلاقي اتنين من اكيد لحوم البشر محاصرينها من كل اتجاه. اوبا، وهكذا بدأنا، ما بتلحقش تعمل اي حاجة وبوم
بيوجعوها على الارض. واحد منهم بيجيب الفاس وخلاص هينزل بيه على دماغها، وشكلها كده النهايه. وفي نفس الوقت ده كان استا وساكورا سمعوا الصوت ووصلوا لعندها. استا بيجري عليها زي المغفل عشان ينقذها. بس انت بتعمل ايه؟ هي ضربه اربجي بتلاقيه. الاكل التاني اول ما بيشوف منظر الدم قدامه بيترعب جدا، هو اوام بيطلع يجري من المكان. جينا بقى بتحضن الواد وكانت في قمه حزنها. بتعملوا ايه؟ مش وقت لفلفه، تعالوا معايا. انت مين؟ هفهمكم بعدين. لا احنا عاوزين نفهم حالا ودلوقتي. بتروح تفحص جثة الراجل الهمجي، وهنا كانت الصدمة. انا متأكدة اني استهدفت دماغه. منين وازاي الطلقة دي تيجي هنا؟ انا خلاص مش فاهمة اي حاجة. هدي نفسك بس يا ست البنات، ممكن تكون غلطت ولا حاجة. قالت لي استحالة ان اغلط في التصويب، وخصوصا من مكان قريب زي دوا. انا شرطية من الاف بي اي. واثناء كده بيطلع ان الهمج اللي هرب راح عرف اهل القرية وجه هنا عشان ينتقم. بيهجم عليهم بالسهام، والعيال بيقولوا هنعمل ايه دلوقتي؟ هي دي محتاجة الجري كل الجدعنة. بيجروا بسرعة، واول ما بيوصلوا عند المنحدر ده الشرطية بتطلع مسدسها وبتدور فيهم الضرب شمال يمين يمين شمال، والبنت فعلا مش رحمة حد. العيال بقى كانت هربت ووصلت للنهر ده، بيشربوا من المية وبعدها صوت النار بينتهي. وده معناه حاجة من اتنين: الاولى الطلق خلص والشرطية ماتت، والتانية الطلق خلص والشرطية هربت. مش مهم كل ده دلوقتي، اهم حاجة ما حدش يعرف بالكود السري والخريطة اللي معانا، فمهما كان برضو احنا في الغربة وما حدش مضمون. العيال فعلا اقتنعت بكلامه وكلهم قالوا له تمام يا باشا. وعامل الثقة ده بدأ يترسخ فيهم شيئا فشيئا، بيحط ايديهم على ايدين بعض وبيقسموا على عمل الجد والتعاون مهما كانت العواقب. فجأة بقى بتدخل عليهم الشرطية وبتطلع عنها هربت، وبالمناسبة اسمها روسيا. بتقول لهم ان الوضع هنا مش احسن حاجة وانهم لازم يرجعوا للفريق بسرعة. فعلا وبناء على تعليمات ساكورا العيال بتروح معاها. بيوصلوا على المكان وروسيا بتعرف زميلهم بالعيال، والواد ده بيشتم فيهم وبيقول لها انت ضيعت الطلق عشان تنقذ بس شويه العيال مالهمش قيمه. فتعصب ساكورا عليه وشدوا بالكلام سوا. تعالى لي بره وانا هكسر دماغك يلا. فعلا الاتنين في شبه كبير بينهم في الستايل وتحسهم اخوات بصحيح يا صديقي. ساكورا بيقول له تعالى اما اربيك. الواد قال لهم لا يا عم انا مش بتاع مشاكل. احرجوا وقعدوا. المهم قائد المجموعة بينادي عليه وبيفهمه نظامهم ماشي ازاي. كونك تعتدي على اي حد من افراد المجموعة ده مرفوض بشكل نهائي ومش هياكل معايا. تاني حاجة الاسلحة كلها بتكون مع روسيا لانها الشرطية واكثر من يبرع في استخدامها. ساكورا قال له لا استنى عندك يا حبيبي، الكلام دوت مش هينفع. احنا نضمن منين ان روسيا بتاعتكم ديت مش هتغدر بينا؟ قالت له الضامن ربنا يا عم، ثم انك انت قدامك خيارين اختار منهم اللي يعجبك. الخيار الاول تفضل معانا وتمشي بشروطنا، اما بقى تاني خيار تغوروا من هنا وبالسلامه، وكله على حساب كرامتكم يعني. ساكورا بيقول لهم كرامه مين؟ احنا معاكم يا سيد الناس. حلو قوي كده. بيتعرفوا على بعض والشرطيه روسيا بتتكلم وبتقول لهم انها شافت وحش عملاق منحدر في الضباب ومدفون جوه الصخر، والمعنى انه قدام شويه وقت ويفك نفسه. ده غير عارين اكيد البشر، حرفيا كل الطرق مسدوده للجنوب. طب انتم ليه عايزين تروح للجنوب؟ محدش عارف. الممثل البريطاني دوت واللي اسمه جون بيقول لهم الكلام دوت مش نافع واقترح اننا نفضل هنا وخلاص. جدع يلا، جبان جبان مفيش كلام. القائد بقى بيلاحظ الخلافات الموجوده فبيقول لهم هنعمل تصويت ورأي الاغلبيه هو اللي هيمشي. انتم التلاتة برضه هناخد برايكم. والعيال بتبص لساكورا ولكنه بيقول لهم كل واحد يعمل اللي في خياله. الله، ده من امتى ده يا عم؟ ما علينا. العيال بتختار وفعلا بيقرروا يروح ناحيه الجنوب. ساكورا قال لهم هو استنوا انا لسه ما قلتش رايي، بس كده اتفضل قول يا سيدي. المره دي انا مع اخويا البريطاني. الله، مش عوايدك يعني، انت بتاع مشاكل اصلا. فعلا بس ده كان زمان، اما احنا اولاد النهارده كده احنا تعادل ومحدش كلمته مشت. الزعيم قال له بقى كده سهله يا عم، كل واحد هيختار انه يروح للجنوب. ليه مني 10 مليون دولار. 10 مليون؟ انا معاك يا باشا. الله، ما تظبط ياض ورسالك على
على حل. ساكورا قال له انت بترشيهم؟ قال له انا مش بعمل حاجه غلط، من حكم في ماله ما ظلم يا برنس. بقى كده يا عم خالصه، انا معاكم وكده كده بحب النوش، وانت قلت ان كل واحد معاك هتديله 10 مليون صح؟ اها، وانا بقى وكل واحد معايا هياخد 30 مليون. لا اتصدق ضحكتني، هتجيب فلوس منين يا اسطى؟ هاخدهم منك طبعا يا حبيبي. استا جينا مالكمش راي في التصويت ده؟ ايه صدق ولا تصدق يا حبيبي؟ كده احنا 3 وانتم 4، لسه خسران برضو. لا يا قائد انا اسف، بس هدعم الوفد الجديد. الله سبحان مغير الاحوال، والله مش كنتم مش طايقين بعض من شويه؟ ايه اللي جرى وبقيتوا سمنه على العسل كده ازاي؟ ساكورا ضحك له وقال له تصدق عجبتني يلا، كده احنا كسبنا، بس هنروح ناحيه الجنوب برضو. بالفعل حزموا امتعتهم وتوجهوا لذلك المكان، واثناء ما هم ماشيين ساكورا بيقول لروسيا عايز اكلمك في حوار على جنب يا جميل. طبعا رفضت، لكن بعد ما قرب منهم وهمس في ودانها شويه كلام ادركت فعلا ان اللي عنده مهم. راحوا على جنب وتبادلوا اطراف الحديث، وفي الاخر روسيا عطت الواد بالقلم وسابته ومشيت. القائد تشينج قال لها قال لك ايه الواد ده؟ ما تاخدش في بالك، لا مفيش حاجه، واحد معتوه هيقول ايه يعني؟ وبتسيبه وبتمشي. بيوصلوا على المكان ده وهناك بيلاقوا المبنى الهرمي ده. فعلا كانوا منبهرين بيه جامد، وواحد فيهم بيقول له انه هرم الملك زوسر. استا بقى بيقول لهم اكيد احنا في مصر، اكن ما حدش عنده اهرامات غير مصر يا جدع. وده كان كلام قائدهم، بيقول لهم الاهرامات موجودة في كذا مكان، بس اشهر الاماكن هي مصر الدنيا طبعا. بيقول لهم المبنى اللي قدامنا ده هو هرم المانا من الصين. اوبا، ده كده واضح انه يا مسروق يا متقلد، ايهما اقرب؟ هنعرف كل حاجة لما ندخل لجوه. بالفعل بيقربوا وبيبان قد ايه المبنى كبير. بيتمشوا وكان واضح انهم خايفين لا الهمج يجوا في اي لحظة. بتقول جينا الاستا انت ازاي هادي كده؟ ما انتش خايف من الموت ولا ايه؟ قال لها طالما احنا عايشين فلا شيء يدعو للقلق، ليه يعني اكون محبط لنفسي والاخرين؟ الدنيا لسه بخير. ياه على طيبة قلبك يا استا، انت بجد انسان محترم وخلوق. بتقول انت بتشتغل ايه؟ قال لها انا مش مهم كنت بشتغل ايه، بس دلوقتي انا ما عدتش محتاج الشغل، معايا شيك ب 30 مليون دولار، والصراحة فدي عندك حق فعلا. فجأة بقى روسيا بتشوف حاجة على الارض، بتقول لهم في حد بيراقبنا، في اثار نار هنا. عادي يعني، ممكن الهمج هم اللي عملوها. استا قال لهم اكيد لا، مش الهمج، اكيد في حد تاني. دول همج ازاي يعني هيولعوا نار؟ فعلا كل الفريق صدق كلامه واقتنعوا بيه. بيوصلوا على مدخل المبنى الهرمي، وهنا كانت الحيرة، لو دخلنا مع بعض ممكن يكون فخ ونلبس كلنا، هنعمل ايه؟ اكيد مش بعد ما جينا هنا هنرجع تاني. سهلة يا جدعان، شوية يدخلوا جوه وشوية زيهم بره. اتفقنا، انا هدخل عشان خبرتي في المباني الهندسية والمعمارية، وانت يا روسيا لخبرتك العسكرية، وانت يا جينا لمهارتك العلاجية، وانت يا راف لقوتك البدنية. اما الباقي فهتفضلوا هنا، ولو حصلت اي حاجة الحقونا. وبيسيبوهم وبيدخلوا، وجون بيلعب في دماغهم من هنا، بيقول لهم ان اهم حاجة عندي هي حياتي، ومفيش اي حاجة تانية تفرق لي. اتصدق انت طلعت كلب وسخ يالا. ساكورا قال دي مش مبادئي، انت فاهم الموضوع غلط، وهات ال 30 مليون اللي معاك ياض، لا اجيبها لك 4/4 يا حالتها. فالواد بينادي على استا عشان يلحقه، بس الواد ما كانش فاضي وبيلبي نداء الطبيعة، فبيضطر جون يسلمه الشيك. داخل المبنى بقى كانت شينج والشباب وصلوا لمكان غريب، وعلى جدرانه كتابات غريبة جدا، طبعا مش بيفهموها فمش بيدوها اي اهمية، وبيكملوا طريقهم عادي. بس في الوقت ده كانت جينا بتفكر في اللي هيحصل لساكورا كمان شوية، وده لانها سممته ساعة لما كان بيحاول يعتدي عليها، ولما شكلوا تحالف نسيت الموضوع وعالجته. بس للاسف برضه هيحس بألم عجيب بعد 7 ايام، والا هو دلوقتي. وفعلا يا صاحبي ساكورا بيحس بوجع غريب في بطنه، بينادي على استا وبيطلب منه يركز في الحراسة مكانه، وبيروح هو يريح شوية. تريح مين؟ الهمج بيوصل على المكان وبيحاصروه من كل مكان. استا وجون بيطلعوا يجروا، لكن ساكورا ما بيقدرش يتحرك، حاسس بألم مش طبيعي في بطنه، بيقع على الارض وخلاص شكلها نهايته. استا لسه بيقول لساكورا هنعمل ايه، بيلاقيه مرمي بعيد ومش قادر يتحرك، فبيفتكر كلام جينا على طول، بيرجع عليه. وساكورا في الوقت دوت كان استسلم، بس احنا معاك ومش هنسيبك. استا بيشيله على كتفه وبيجري بيه، والهمج بيحدفوهم بالسهام، بس استا كان بيتفاداهم ببراعه. جون بقى كان جوه المبنى وخايف جدا،
بينادي على روسيا عشان تلحقهم، بس هم اكيد جوه ومش هيسمعوني. اعمل ايه دلوقتي؟ الهمج اللي بره دول لو دخلوا هيقطعوني. بيلفت نظره البتاعه دي فبيشدها والباب بيتقفل. يا حلاوه. استا وساكورا كان قربوا من الباب ولكنه خلاص قرب يتقفل، بس استا بيزود سرعته اكتر واكتر وبينط من تحت الباب وبالعافيه بيقدروا يدخلوا. الحمد لله على كل حال. روسيا وباقي الفريق بيوصلوا ومحدش كان عارف اي حاجه، وبما ان المفتاح لما اتشال في رمله وقعت مش هيعرفوا يطلعوا من نفس المكان، وما عادش في حل غير انهم يشوفوا مكان تاني. بس بيتضح ان استا اتصاب بسهم في دراعه وبدا يتسمم. جينا بتمسك السكينه وبتحاول تنتزع العرق اللي في السم، لكن للاسف بيطلع عرق رئيسي وازالته معناها الموت. كده كملت قوي. ازيدك من الشعر بيت، السم ده لو فضل في جسمه كتير هيوصل لقلبه وساعتها دي هتكون النهايه. طب ما تعالجيه يا جينا، هو مش انت طبيبه برضه؟ فساعتها البنت بتنهار وبتجهش بالبكاء. ساكورا بيحاول يرد الجميل وكان عايز يطلع ياخد الترياكو من الهمج، بس الباب مقفول ومفيش اي مهرب تاني. استا بيقول لهم لو اعيش لحظه كمان فاختار ان اعيشها بفرح، مش مستاهله كل اللي بتعمله دوت. القائد تشينجو بيقول لهم احنا لازم نلاقي الترياك بسرعه، لكن جون قال له احنا مش هنتعتع من هنا، خلاص خليك عادي. امال التصويت؟ ساكورا قال له لا ده كان زمان يا روح امك، وسابوه ومشوا، وهو طبعا بيحس بالخوف فبيروح معاهم زي الكلب. العيال بقى بينزلوا على تحت وبيلاقوا ان في بحيره ميه جوه. استا اول ما بيشوف المكان ذاكرته بتتشوش وبيحس ان هو عارف المكان ده وجي ليه قبل كده، بس وفجاه بيلمحوا مجموعه شباب في الميه ومعاهم شخص كده وواضح من هدومه انه شخص عالم او ما شابه. بيقول لهم انقذونا، احنا مش عارفين ايه اللي جابنا هنا، بس العالم اللي معانا ده بيفهم لغة الهمج. العيال اول ما بتسمع الكلام بتفرح جامد وبترمي لهم حبل، وفعلا بيقدروا ينقذوهم كلهم. القائد بتاعهم بقى بيشكرهم وبيعرفهم بنفسه، وضخم البنية دوت هو في الاساس عميل مخابرات روسي واسمه اندريا. بيسألوا القائد عن اللي جابهم هنا فبيعرفوا انه نام وصحي لقى نفسه هنا. ازاي ما يعرفش؟ قال له القائد ولا يهمك يا عم، كلنا زيك كده ما تقولش هم. والراجل اللي معاك ده انت قلت انه بيفهم اللغه دي، بيفهمها ازاي؟ ممكن توضح لنا؟ اندريا بيقول لهم هو بيفهم اللغه دي لانه عالم اثار. يا حلاوه، دي شكلها هتلعب يا صاحبي. العالم ده بيفوق وبيكون اسمه جيرود، بيعرفهم انهم لو عايزين يخرجوا من هنا فلازم يوصلوا فوق اعلى عمود موجود، وساعتها المخرج هيفتح فوق. العيال قالت له سهله يا عم، احنا نعوم في الميه ونشوف انهي اطولهم. العالم قال لهم مش بالسهوله دي، كنا احنا نجحنا قبلكم. بيقتنعوا بكلامه وبيقولوا له طب هنعمل ايه؟ بيقول لهم هنستنى الميه تنزل مرتين كمان وبعدها نحدد اطول نقطه وهنروح عليها. بالفعل دفعه ميه جديده بتنزل على المكان، وكده فاضل 10 دقايق بس وبعدها يتحركوا. بس هنا في مشكله كبيره، وهي ان الثلاثه الاقوياء دول هم بس اللي هيقدروا يتسلقوا المسله، اما البقيه فلا. فقال له اندريا انا اقدر اطلع في دقيقه واحده وبعدها هيكون في 9 دقايق اسحبكم فيها. الكل قاعد بخطته الا جون. الواد ده ما بيهموش غير نفسه يا جدعان. بيقول لهم احنا نعمل قرعه عشان نشوف مين هيتسحب الاول وبتاع. ساكورا بيتجنن عليه وبيقول له بلا قرعه بلا نيله، السيدات اولا معروفه يعني. جون بيرفض، ده الكلام ده عند النسوانجيه اللي زيك. الواد كان هيضربه بس اندرا وروسيا وقفوه. القائد قال لهم سيبوه وخلينا نعمل قرعه، حق ربنا وما يزعلش برضه. فعلا هو ده اللي بيحصل، واستا رقم 5 وجينا رقم 6. اما الراجل السمين ارك ده كان السابع، والست المسكينه ديت هي الثامنه والاخيره، وعرفت خلاص ان مصيرها وهيكون الهلاك. فضلت تبكي فبيطمنها القائد وبيقول لها انه هيديلها رقم واللي بيكون الاول. بالفعل بياخدوها عوم وبيرفعوهم واحد واحد. اخر 2 بيكون الراجل السمين والقائد، والسمين بيطلع بالعافيه. وال10 دقايق بيكونوا خلاص خلصوا والميه بتنزل بسرعه شديده والقائد هيموت. تخيل انه هيموت وفي واحد بقوه اندريا موجود. لا والله يا صديقي، بينزلوا الحبل وبيقدر ينقذه في الاخر. الست اللي بدل معاها رقمه كانت بتعيط وبتشكره من جواها، لانها لو كانت مكانه كان زمانها ميتها بدون اي شك. بيعرف نظرها دونا عن كل الرجاله، والجماعه بيستمروا على الخطه دي ومره بعد مره الموضوع بيكون سهل بالنسبه لهم. لكن في المره الثالثه ساكورا ما بيقدرش يطلع وبيرجع هو وزميله بارك. اندري بيسحب الست الغلبانه ريكا وبعدها بيسحب روسيا، بس ريكا بتروح على الجدار ده وبتلمسه وبتتسحب جوه. روسيا بتحاول تلحقها
يلحقها، بس الوقت خلاص فات. بيطلعوا كلهم وعالم الآثار بيقول لهم كان لازم يكون في تضحية حد فينا عشان المخرج يفتح، والست ريكا ضحت بنفسها من غير ما تعرف، لكن مفيش وقت للحزن عليها، واهم حاجة دلوقتي هو انهم يخرجوا من هنا. الدكتور بيقول لهم على طريقة الخروج، وفعلا كلهم بينطوا في المية. الصرف بيبدأ يسحب فيهم والعيال مش عارفين يعملوا ايه. الواد السمين دوت مش بيقدر يكمل وبيستسلم خلاص للموت، لكنه بيفتكر كلام معلمه ليه وبيقول انا لن اكل لن امل وساحقق مرادي يوما ما. بيقدر فعلا يطلع بسلام. بعدها بيدخلوا المخرج. القائد بيبص على ريكا وبيكون في منتهى الحزن عليه وبيتمنى لو كان مكانها، بس خلاص هتعمل ايه يا عم القائد؟ اللي مات مات واللي بات فات، فكر في اللي جاي بقى. وبيدخل وراهم. المهم بيلاقوا هناك جلد تعابين وافاعي وكمان جماجم بني ادمين، وبيعرفوا ان لسه الموضوع ما انتهاش بل ده لسه بيبدا. بطلنا يوان حالته بتسوء اكتر واكتر وبيروح عليه ساكورا عشان يشيله. هو اللي بقيت حنان يا عم ساكورا. اندريا بيقول له سيبه انا اللي هشيله عشان نتحرك اسرع، ما تقلقش مش هاذيه يعني. بيقول له تمام. وبعدها بيشوف العرش ده اكيد الملك صاحب الهرم، ده كان بيقعد هنا زمان. بيطلع ساكورا على طول لفوق وسط تحذير الجميع ليه بانه يتراجع، بس الواد ما سمعش كلامهم وفضل يطلع الدرج. بيوصل لقمته فعلا والباقي بيطلعوا وراه. بيلاقوا هناك مكان على شكل انسان وبيعرفوا انهم كده المفروض يضحوا بواحد فيهم. بيتكلم جون كالعاده وبيقول لهم معروفه هنسيب مين يعني اكيد هنسيب الكلب دوت اللي مفيش منه اي منفعه. ساكورا وجينا بيعترضوا، بس بيني وبينكم التصويت كم واحد موافق وكم واحد معارض؟ 4 بيعارضوا و6 بيوافقوا، وكده خلاص هيسيبوا الواد يموت. بس تفتكر انه هيموت؟ ده عند الهلفوت. انت يالا عمال تتكلم طول الطريق والصراحه صدعتني. بيديله ضربه في الثانيه وبيخلص عليه. احسن والله يا جدع، تصدق فرحت فيك. المهم بيمشوا في الممر اللي اتفتح لهم وبيسالوه اذا كان قربوا من المخرج ولا هيخسروا واحد تاني منهم. البروفيسور بيقول لهم انا مش عارف صراحه فاضل قد ايه، بس استنوا شويه كده يمكن نفهم اي حاجه. بيكملوا فعلا وكل واحد بيبص للتاني وخايف ليكون الدور الجاي عليه في التضحيه وكده يا صديقي. بس الحمد لله بيقدروا يخرجوا بسلام وبيشوفوا ضوء الشمس لاول مره من فتره طويله. العيال كانت في منتهى السعاده وحرفيا ما فيش اجمد من كده. ولو بتسال على جون يا صديقي فالمعتوه ده لا جزاؤه ومات لما فاق وملقاش اي حد حواليه. بيفضل يعيط شويه كده وبعدها خد واحده خلصت عليه. يا ترى مين اللي عمل فيه كده؟ اكيد هنعرف قدام، ما علينا. المهم بره بقى استا بيفوق والدنيا كده ظبطت على الاخر، لكن هل الموضوع بالسهوله دي؟ للاسف لا يا صديقي. العيال خدت بالها من الافعى دي وساكورا بيفايت معاها بيحاول يخلص عليها لكنها بترميه من فوق التل ده. بيطلع هو واصحابه لكنهم بيلاقوا حشرات غريبه على جسمهم. بيشيلوا بالنار وبتسيب اثر دم على جسم كل واحد فيهم. بيشوفوا فقاقيع فيها غاز ملون ريحته حلوه لكنها بتنوم. في الوقت ده الشباب بينزلوا عليهم وبيعملوا معاهم اللازم، ولما بيفوقوا من غير ما حد ياخد باله الهمجيين بيحوطوهم من كل اتجاه. بس المره دي هم مش جايين عشان عراك، بالفعل بيتقدم عليهم قائدهم والبروفيسور بيفهم كلامه. الزعيم بيساله عن انه ازاي بيفهم لغتهم وتفاجئ الجميع بان الزعيم بيتكلم زي البشر عادي. بيقول لهم انطقوا انتم تعرفوا العجوزه بعين واحده. البروفيسور اتوتر من كلامه كده وقال له انا اتعلمت اللغه ديت من استاذي في جامعه كاليفورنيا وقد كان رجل ذو عين واحده. يا ترى الرابط بين العجوز ده وقائد قبائل المايا هنعرف كمان شويه يا صديقي ما تقلقش. المهم حاليا القائد بياخدهم معاه وبيقولها لهم بالنص كده انتوا هتيجوا معايا عشان تعالجوا والدي وان فشلتم فانا هقتلكم كلكم. بيروحوا معاه فعلا وفي الطريق ساكورا بيميل على استا وبيقول له خليك صاحي معايا كده لان اول ما تجيلنا الفرصه المناسبه هنهرب انا وانت والدكتور وجينا. استا وقتها بيفرح لان ساكورا بقى معتبره صاحب ليه وبياخد رايه في كل حاجه يعني. بيقول له تمام يا باشا. بيدخلوا القريه بتاعتهم وهناك بيشوفوا الراجل ده بيبص لهم كده واللي هو هاكلكم على العشاء النهارده. القائد بيكلم البروفيسور وبيقول له يلا يا بطل عالج والدي. فاكره بيفهم في الطب زي معلمه بس طبعا هو على الله وبيقرر ياخد جينا وبيقول انها المساعده بتاعته والحقيقه هي اصلا اللي بتعمل كل حاجه. فعلا بيقربوا من المكان بس القائد بيوقفهم. هو ايه ده؟ المره دي بتعمل معاك ايه؟ لا تكون عاوز تقتل والدي. البروفيسور بيقول له لا يا عم اقتل مين بس؟ ديت تلمستي وفي مرحله التدريب لازم يعني تكون معايا جوه عشان نقدر
نعالجه في اسرع وقت ممكن. القائد بيغضب وبيقولها له بالنص كده: النسوان مفيش منهم اي منفعه غير واحده بس، انجاب الاطفال، وانا مش هسيبها تدخل معاكم. ساعتها بيطلع له واحد اكبر منه كده وبيقول له: ست سيبها تدخل، وين ما يقدروش يعالجوها فنقتلهم كلهم في الحال، وهنعش الرجال عشوه محترمه النهارده. اوبا، الزعيم بيضطر يوافق وبيدخلهم لجوه. وايوه يا صديقي، هو ده ابوه، ما تضحكش عليه عشان حرام. ها، جينا بتعرف الاعراض اللي عنده، وايوه كلها بتدل على مرض واحد بس: الملاريا. العلاج بتاعه بسيط، بس لازم يلاقوا عشبه معينه من الغابات الاستوائيه. الهمج طبعا مش بيعجبهم الحوار ده، وبيقولوا لهم: انتوا التلاتة هتطلعوا والباقي هيفضل هنا معاكم لحد الفجر، اما رجعتوش فنتعشى بالباقي. طبعا التلاتة دول بيكونوا جينا لانها الدكتوره، وروسيا عشان تحميها، وساكورا كان عايز يروح لكن العميل الروسي قال له: لا خليك انت وانا اللي هروح، بس هات الحته القرن الغزال اللي معاك دي. استا بيقول له: اديها له مش مشكله. بيطلعها له فعلا وبيقول له: ان كسرتها صدقني هكسر دماغك. قال له: عيب يا باشا، ده انا فنان. وبيروحوا هما التلاتة. اندريا كل شويه بيبص على روسيا وشكلهم يعرفوا بعض، مخبيين حاجه الاتنين دول اكيد. كمل انت بس معايا عشان تعرف. بيسألوها عن الشجرة اللي بيدوروا عليها وايه مواصفاتها يعني. بتقول لها: لقيتها، هي اللي هناك دي، خلونا نجمع كمية مناسبة ونرجع قبل طلوع الفجر. في الوقت ده كان البروفيسور بيتكلم مع الواد وبيتوصل لحاجة مهمة. ايوه، معلمه بعين واحدة لسه عايش وزيف موته من 28 سنة. اوبا، شكل فعلا الموضوع كبير. بيمضي الوقت سريعا والبروفيسور بيفتكر انه راح في مرة البيت معلمه، وساعتها اتفاجأ لان كلبه العزيز روستي مات وهو مهتمش بالموضوع، بل ابتسم كده وقال للواد: ما تقلقش انا اقدر اعالجه. بيحقنه فعلا بالابره دي وبيفوق بعدها ولا كأن اي حاجه حصلت. طبعا هو كان عايز يخدعني، بس انا عرفت ان الكلب كان متخدر بس، وهو اداله ابره فوقته، وبعدها خدعنا بحته الموت دي، وهو دلوقتي لسه عايش. في نفس الوقت ده الشباب كانوا جمعوا كميه كفايه من العلاج، بس واثناء كده اندريا بيتصدم. الضابط روسيا بتضرب عليه نار، وهوبا بيطلع ان وراه وحش كان هيقتله. وحش ايه بس، دول عددهم يفوق الخيال وبيحوطوهم من كل الجهات. يا ترى هتعملوا ايه؟ الوقت بيعدي بسرعه وللاسف لسه ما رجعوش، وعشان كده بياخدوا الشباب للمكان اللي هيموتوهم فيه، وبعدها هياكلوهم. يعني هيموتوهم مخنوقين الاول وبعدها هيمزمزوا فيهم. ايه ده يا جدعان؟ لا انا مش عايز اموت متخزوق على البتاع ده، بس خلاص يا حزين، هتموت متخزوق يعني هتتخزوق. بيمسكوه وخلاص هيرفعوه على الخازوق، بس على اخر لحظه بيرجعوا كل من جينا واندريا وروسيا: ايوه احنا ما تخلناش عنكم ولا هنتخلى عنكم ابدا. بعد شويه بيصحى الواد اللي كان هيموت وبيتصدم لما بيلاقي بارك بياكل لحمه. بيقول له: انت بتاكل لحم يا كلب زيهم؟ بس بارك بيقول له: ما تخافش انت لسه عايش. فقبل ما يرفعوك على الخازوق وتتحول لمفروم، وصلت جينا ومعاها العلاج، فبيفرح وبيقول: الحمد لله انا اتكتب لي عمر جديد، ارجع بالسلامه ان شاء الله واحسن علاقتي مع ربنا. انتم كده شويه كلاب ما تعرفوش ربنا الا لما تكونوا في مصيبه. ربنا يقلل من امثالكم يا شيخ والله. في الوقت دوت جينا بتعمل العلاج وبتديه لابو الزعيم. فعلا الراجل اتحسن، وسبحان الله يا صديقي اتحسن في ثواني وبقى جامد. اخر حاجه بيشكر البنت وبيسالها عن طريقه يرد بيها جميلها ده، فبتقول له انها عايزه تعرف سبب مجيئهم لهنا. بيقول لها: ده حوار طويل جدا بس اخويا اندي هيحكي لك. بيطلعوا لبره واندي بيقول لها: انت والله بنت زي العسل، تتجوزيني؟ البنت بتبص له كده واللي هو: اتجوز مين يا عم؟ ما تظبط كده. بتطلب منه يحكي لها على كل حاجه والسبب مجيئهم لهنا. بيقول لها: تمام، وبيحكي لها على كل حاجه، وانهم لو عايزين يمشوا لازم يوصلوا للبركان ده وهناك هيعرفوا كل حاجه. بس للاسف الموضوع مش بسيط بسبب الزومبي اللي في المكان هناك، وانهم لو اتصابوا هيتحولوا لزومبي زيهم. بيوري لها كمان دراعه وبيعرفها انه اتقطع بسببهم. ساعتها برضو كان اندري بيحكي عن الزومبي وما عادوش عارفين هيعملوا ايه. القائد بيحط ايده على كتفه وبيقول له: ما تقلقش، كلنا مع بعض واكيد هنخرج سوا. والظاهر كده انهم هيعملوها يا صديقي. بالفعل تاني يوم بيطلعوا يصطادوا شويه سمك، وساكورا وحش الدخان قوي يا زميلي بيروح على اندي وبيقول له: هتاخد نفسين يا عم انت. اندي قال له: نفسين ايه يابا؟ ده انت بتضخ من الميه الساقعه. قال له: هات بس ما تقلقش. بياخد فعلا، ومن اول نفس الواد بيحس ان حياته بقت بامبي. هو حواليه بنات بتدلعه، بس هو نفس واحد بس يا صديقي
وبعدها بيترمي مش بيفوق غير بعد اسبوع ولا حاجه. لا راجل يلا بيستلموه ضحك. والله يخرب بيتك يا ساكورا عرتنا معاهم. المهم بالليل بيقعدوا مع بعض وبيهيصوا، والزعيم بتعجبه الطاقيه اللي على دماغ اندريا، بيكون عاوز ياخدها وهو طبعا ما بيعرفش يعبر، وبيقول له اتحداني في مباراه سهام وان انا اللي كسبت فانا هاخد دماغك. اندريا بيقول له تمام يا عم، لكن لو انا اللي كسبت فانا هاخد الكوز ده. وفي الحقيقه هو هياخد الطاقيه بس، وده عشان شكلها جامد. بيتنافسوا فعلا في رمي السهام، والزعيم القبيله بيكون سندال بيجيبها في نقطه عاليه مع هتافات العيال. اندريا بيديله الطاقيه فعلا وبيقول له اتفرج يلا، بيجيبها اعلى منه فعلا، بس برضك بيسيبها له لان مع واحده تانية، واكيد مش حبا يعني، ما علينا. المهم في الوقت ده ساكورا بيفوق وبيشوف الاتنين الزومبي دول بيهاجموه. الزعيم ومساعده اسانجا بيحضروا على المكان وبيقتلوهم، لكن للاسف اسانجا بيتعدى منهم وخلاص هيتحول لزومبي. بياخدوا الزعيم عشان يخلص عليه، وده قبل ما يتحول لزومبي ويرازيهم، بس وفجأة بيعضوا في ايده، خلاص بيهرب منه والقائد مش بيقدر يلحقه. بيرجع على القرية وجينا بتعالجه وبتروق عليه. تاني يوم بيستعدوا للمغادرة، بس العجوز بيقول لهم ما تستنوا تحضروا معانا المراسم دي، ولا انتوا شايفيننا اقل منكم يعني؟ لا يا عم، ده انتوا على دماغنا من فوق. بيحضروا معاهم المراسم، والزعيم الجديد بيكون مورونج بيشرب شوية العصير دول، والعم اندي بيتجنن بيطلع يقول حاجات غريبة، بيقول لهم هاتوا البشر دول خلينا نتعشى كويس النهارده. يا ابن الغدارة يا عجوز. في الوقت ده الزعيم الجديد بيتحول لشبح وبيقتل ابو الزعيم القديم حرفيا بلا اي رحمه، وكان مشهد تقشعر له الابدان. استا وجينا وساكورا والجماعه بيهربوا على الغابه وبيفلتوا منهم، بيتفرقوا عن بعض، وعالم الاثار والسمين واستا بيكونوا سوا. بيسمعوا حد جاي عليهم فبيستخبى، وبتطلع نديه جينا يا صديقي بتتكعبل وخلاص الهمج هيقتلوها، لكنهم بيغيروا رايهم في اللحظات الاخيره. زميله بيقول له مش لازم نسيبها، دي اوامر الزعيم. قال له زعيم ايه يا عم ده ابو دراجي؟ بيقول له معاك حق، وبيعرفوا جينا انهم هيسيبوها. بيدلوها كمان على طريق مختصر للبركان، وحرفيا اخر حلاوه. فريق استا بيراجعوا الخريطه اولا، وبعدها بيتوجهوا على البركان الناري. بس بالليل بيقعدوا على الشط كده، وفجاه الواد بيشوف حلم غريب جدا عن صاحبه اللي وقع في البحر بسببه والقرش كله. حرفيا بيكون مفجوع على الاخر، والصدمه الاكبر يا صديقي ان التماسيح بتطلع عليهم، حرفيا مش بيعرفوا يعملوا اي حاجه. وارك بيهرب وبيسيبهم وراه، بيفتكر كل اللي عملوه معاه وبيقول انا جبان ازاي كده، لازم ارجع واساعدهم تاني. بيدور في المكان شويه كده وبيلاقي الجبل ده، بس فجاه بيطلع له ساكورا وبيقول له انت كنت عايز تخلع يا كلب مش كده؟ بيقول له لا والله قسما بالله كنت بدور على حبل بس وراجع انقذهم على طول. لسه هيمشي وبيلاقي لك من حيث لا يدري الزومبي محوطينه من كل اتجاه. ساكورا بيزقه وبيقول انا هعطلهم، روح انت وانقذ استا والبروفيسور. ارك بيجري وهو خايف وبيروح عليهم، ايوه انا ما هربتش اهو رجعت عشان انقذكم. بيفرحوا بيه وبيهربوا يا صديقي، بس قبل ما استا يوصل التمساح بيلاحظه وبيجري عليه عشان يعدم الانترفوكسه بتاعته، لكن ساكورا بيتدخل وبينقذه في اخر لحظه. وحرفيا كانت صدمه بكل المقاييس، ما حدش كان مصدق اللي بيشوفوه، فساكورا قد اصيب بالفعل. يا نهار مش فايت. عالم الاثار بيقول له امشي وبالله عليك لما تتحول ما تجيش ورانا. ساكورا قال ما تقلقش، فدي كانت نيتي من البدايه، بس استا مش هيسيبك يا صاحبي. بيقول له تعالى معانا وجينا اكيد هتلاقي علاج لحالتك. انت اي نعم كنت بتعاملني الاول وحش، لكن حبيتك وتعلقت بيك زي اخويا، استحاله اسيبك تموت هنا. بس يا عم استا ماذا انت حاولت قبل ان نصل؟ قال له انا راضي باي حاجه. بالفعل بيتفقوا على كده، وفي نفس هذه الاثناء كان الاتنين دول قاعدين سوا وبياكلوا. والله حاسس انكم متجوزين معرفش ليه. المهم واثناء كده بيسمعوا صوت صراخ جاي من قدامهم. الصوت ده هو جينا، واللي اتضح انها اترعبت من بارك والقائد. ما بالراحه يا عم انت وهو شويه على الاكل. بتطلب من اندريا يرجع يجيب مؤن الطعام، لكن هل الموضوع بالسهل كده؟ لا والله، العيال بتتحول بالقرود من كل حته، وشكلها النهايه خلاص. استا والشباب كانوا وصلوا على المستنقع ده وبدا يعدوه، بس ارك بيتلبخ من الحشره دي وبيغرس في الوحل. بيمسك في رجل استا ومش بيرضى يسيبه، بس الواد بيحاول يهديه لان كده هيموتوا كلهم. بيقدروا يعدوا فعلا بذكاء استا وبينقذوا كمان ارك. الله عليك يا مبدع بامانه. استا بالفعل بدا يبقى القائد اللي بيديرهم،
بدل الخاسر اللي كان عليه اول ما جم لهنا. نرجع لجينا واللي كانوا اتقسموا لفريقين، فريق هيكمل على البركان وفريق هيرجع يجيب الاكل، وده لانهم ما يضمنوش ايه اللي هيواجههم اول ما يوصلوا على البركان. بيعملوا كده وكل فريق بيمضي في طريقه. القائد بيقول لروسيا في ايه بينك وبين اندريا؟ انا ملاحظ انه مهتم بيك زياده عن اللزوم، هو انتم كنتوا تعرفوا بعض قبل كده ولا ايه؟ قالت له مش فاكره، بس افتكر ان شفت شخص زيه واحنا بنمسك فرقه تهريب من احد المواني، جايز يكون الواد ده منهم، لكن مفيش اي حاجه اكيده. قالوا لها تمام، احنا بس حبينا نقولك. اما جينا في قدرت تعدي المستنقع بفضل مساعده الهمج ليها، وشكلهم كده بيسنبوا عليها يا صديقي. ما علينا. اندريا بقى ما كانتش حاجه صعبه بالنسبه له، فهو اصلا اتعرض للحاجات ديت قبل كده، فكان الموضوع سهل بالنسبه له. بيكملوا طريقهم، لكن فجاه بيلاحظوا اختفاء القائد. بيدور عليه في كل مكان، لكنهم بيعلقوا في رمال متحركه وبينزلوا كلهم لتحت. بيلاقوا هناك في كهف وبيشوفوا جثه القائد هناك مغمى عليه. بتفضل جنبيه جينا وبارك، واندريا وروسيا بيروحوا يتفقدوا المكان وبيدوروا على المخرج. واثناء كده كان البروفيسور قد تمكن منه التعب واصاب بالملاريا. ساكورا هو كمان ما عادش شايف قدامه، بيقول لاست روح انت وسيبنا هنا. بيدخل جوه الكهف عشان سمع صوت جينا جوه. في الوقت ده كان في مقنع بيراقب ساكورا والبروفيسور. ياه، ده مين الراجل ده وايه حكايته من الاساس؟ ده اللي هنعرفه كمان شويه يا اصدقائي. بس ما دمت وصلت لهنا فاتاكد انك حاطط لايك واشتراك ومروق عليا زي ما انا مروق عليك، واعمل لك الانمي كله في فيديو واحد. تمام يا عم؟ تمام. طب بينا نكمل عشان يحلو الكلام. في الوقت دوت روسيا واندريا بيدخلوا النفس اصطناعي من قلب الكهف. النفق ده اكيد بيودي الابحاث المنظمه والعالم ذو العين الواحده. بيتفرقوا عشان يبحثوا اسرع، وروسيا من غباها بتفتح البتاع ده. استا كان هيقع وروسيا دخلت لجوه. اتفاجئت من اللي شافته. ايه ده؟ دي محطه طاقه تحت الارض، يخرب بيت كده. بتركب المركب ده، لكن الانذار بيشتغل. البنت بتحاول تهرب، بس اللي بيعمل كده بيكون هو نفسه المقنع. يا ترى عمل ايه مع ساكورا وعالم الاثار؟ عارفك هتموت وتعرف، بس لسه شويه. المقنع بيحاول يوقع عليها البلوك ده، لكنها بتفاديه. بتقلع هدومها الخارجيه وبتشتته بيها، وهو لما بيعرف انه مش هيقدر عليها بيقرر يهرب. روسيا بتفتكر ان اندري هو اللي عمل كده، عشان كده ضربت عليه بالنار اول ما شافته، بس لحسن الحظ عدت من جنب ودانه. استا كمان كان وصل وبيسالها عن ليه بتعمل كده، بس خلاص قد فات الاوان. اندري بيمسك سلاحه وبينزل عليها، والبت بتغفله وبتوهمه ان الطلق خلص، لانها قالت قبل كده انا معهاش غير 3 طلقات. اندريا كان واثق من نفسه وبيقول لها اضربي يلا. بتديله واحده في الثانيه. ويا بنت الايه، ضحكت عليا عشان عايزه تموتيني. قالت لي انت كنت عايز تهرسني بالبلوك من شويه. استا بيقول لها مش هو اللي عمل كده، فانا شفته وهو طالع على السلم. ما حدش بيسمع له، وبيقولوا له النهارده لازم حد فينا يموت. ساعتها الواد مش بيلاقي في ايده حل غير انه يهددهم بالاكل وخلاص. ان ما سكتوش فنهرم الاكل دوت وكلنا هنموت من الجوع. بيعدل 3 وعلى اخر لحظه بيوقفوا. بيقولوا له خلاص يا عم بس ما ترميش حاجه. بيرجعوا فعلا على العيال وبيطلبوا من جينا تيجي معاهم عشان يعالجوا البروفيسور وصاحبهم ساكورا. بتروح فعلا، بس هم فين؟ مش بيلاقوهم. ومطوة ساكورا كانت بعيد، حتى اندريا اللي طوله اكتر من 2 متر اضطر ينط عشان يجيبها. كده فقنا في الموضوع. بيدور عليهم شويه كده وبعدها بيرجعوا على باقي الفريق. القائد كان عاق وبقى زي الفل. بيروح يدوروا عليهم في المختبر وبيلاقوا جثة الراجل ده. شكله عالم كان شغال هنا من فترة. بياخدوا الكارنيه بتاعه بيفتح بالباب وبيدخلوا جوه. بيلاقوا آلات ومعدات ملهاش أول من آخر، وطبعا محدش بيفهم في التكنولوجيا قد القائد. بيروح يفك الشفرات شوية وبيقدر يعمل هاكينج على كاميرات المراقبة. بعدها بيقسموا الشباب على فريقين وهو بيساعدهم من الكاميرات. جينا وترسيا بسرعة على مكان صناعة الزومبي وبيقدروا يلاقوا العلاج هناك. أما فريق أستا وبارك وأندريا فبيواجهوا صعاب كتيرة، وخصوصا بارك اللي كان متوتر جدا ومش قادر ينطق بكلمتين على بعض. فهو اصلا كان لاعب كرة سلة، وفي احدى المرات لما كان فوز الفريق بيعتمد عليه بس بسبب سوء حظ بيفشل والناس بتحدف عليه زبالتهم. مدربه حاول يواسيه بس مفيش فايدة. الموضوع لسه مأثر لحد دلوقتي. اندريا بيشفق عليه والقائد بيطلب منهم يكتشفوا الأوضة اللي قدامهم. بيدخلوا فعلا وبيلاقوا الهاكر في كل مكان. ده قامت هنا مذبحة جماعية. يا ترى ايه السبب؟
باب، بيلاقوا باب كمان جوه الباب، وبيشوفوا هناك واحد قاعد بيتفرج ولا همه. بس هو ايه الرعب ده كله يا جدع؟ الراجل ملامحه مخيفه لابعد الحدود. بيفتشوا في جيبه وبيلاقوا بطاقه الهويه والدفتر ده. للاسف كل اوراقه كانت مقطوعه، واندري بيحس ان في حد عدى وراهم من شويه. الواد بارك مصدوم وبيقول له يا عم بطل الشغل ده، مفيش حد عدى من هنا اصلا. بيقول له لا انا متاكد من كلامي. بيسيب دفتر الملاحظات وبيروح وراه جري. وفي نفس هذه الاثناء كانت جينا وروسيا في طريقهم للرجوع للمقر الرئيسي. بس فجاه واحد شبه اندريا بيفتح عليهم قنبله. الشرطيه على طول بتجيبهم على الارض وعدت على خير. بس تفتكر ان ابن الهرمه دوت هيسكت؟ لا والله، بس لحسن الحظ بيهربوا منه وبيستخبوا تحت السلم ده. حاليا الحل الوحيد لنجاتهم هي الاوضه دي. بس مين هيتشجع وهيروح غيري؟ ارك بيقول في نفسه مش عيب عليا ابقى عامل زي الخنزير كده واخلي بنتين هم اللي يحموني. بيعاتب نفسه بيقول انا لازم اطلع من جلد الحساله اللي انا فيه دوت. لازم اعمل كده. اوبا، ده شكله هيتهور يا جدعان. بالفعل بيضحي بنفسه، بيفتح الباب بصعوبه شديده لكن مش بيقدر يدخل معاهم. وللاسف القنبله بتنفجر فيها صديقه وبيموت. وجينا بتزعل جدا عليه. كل ده كانوا فاكرين ان اندري هو اللي بيعمل كده. بيهربوا منه وبيدوروا على اوضه يستخبوا فيها. ما بيلاقوش غير الاوضه دي واللي باين انها زي حمامات كده. بس حمامات ايه؟ الراجل بيجي يسرب عليهم غاز منوم بيملأ المكان. وللاسف الباب اتقفل عليهم من بره والعيال اتخدرت. وهو بيفتح بعدها وبياخدهم. في الوقت ده استا وبارك كانوا راجعوا عند القائد بيدوا النوتة اللي كان فيها الباسورد. بيحطوه فعلا وبعدها بيتصدموا صدمه ما تخيلهاش ابدا. الدرع التاني من الامام بيتفعل ولازم بصمه ايد المالك والا المكان كله هيتفجر في خلال 10 دقايق بس. ايه يا جماعه، ده مين اللي يعمل حاجه زي كده؟ استا بيقول لهم مفيش غير بارك الرياضي اللي فينا. بس بارك بيقول لهم مستحيل انا اعمل كده، مش هقدر كلكم هتموتوا بسببي. استا بيحاول يهديه بس ده مثبت. الواد بيزعق فيه وبيقول له هي دي فرصتك، روح هات ايده وتعالى بسرعه. بيتشجع فعلا وكده فاضل 9 دقايق. باركي بينطلق بكل ما يعطيه من قوه والواد سرعته كانت فشيخه. بيوصل على اوضه الاكل وبياخد السكينه دي، بيمسك ايده وبيكون خلاص هيقطعها لكنه بيخاف وعصبه بتصيب. يا صديقي القائد بيحاول يشجعه بس ده لا حياه لمن تنادي. قاعد ورا الكنبه وخلاص كلهم هيموتوا. العيال بيحاولوا يشجعوه لكن ده بيحس بالتوتر وبيطلع عينه حاسس بالذنب وبيقول ما كنتش لازم تعتمد عليا، انا فاشل، يا رب سامحني يا رب. استا بيزعق فيه مين قالك انك ضعيف؟ مين قالك انك جبان؟ ده انت جريت 3 كيلو في 5 دقايق، مفيش حد يقدر يعملها غير الموهوبين الحقيقيين. قوم يلا ووفي بوعد معلمك. بالفعل الواد ثقته في نفسه بترجع له وبيشيل جثة الراجل زي ما هي وبيجري بيها. بيقابل اندريا في وشه فبيعديه بسرعة خارقة. واندري هو انا عملت ايه يا جدعان؟ ما تنطقوا. ما بيفهمش حاجه وخلاص الوقت بيكون هيخلص يا صديقي. باركا واخدها جري بسرعات فتاكه واستا بيقابله عشان يلحقوا قبل ما الوقت يخلص. خلاص فاضل اقل من 20 ثانيه والمكان هينفجر. بارك بيمسك الجثه من تاني والعيال بيكونوا في منتهى الصدمه وما عادش فاضل غير 6 ثواني. خلاص الواد بيمسك ايده وبيطير بيه وخلاص. اوبا، للاسف لحد هنا بيخلص الموسم الاول. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ وهل باركا يحط البصمه في اللحظه الاخيره؟ وايه حكايه شبيه اندريا ده؟ وايه مصير روسيا وجينا بعد ما تخدروا؟ حتى ساكورا والعالم جيرود ما عرفناش يحصل لهم ايه، ومين اللي هيطلع ورا كل دوت في النهايه، وايه الرابط اللي بيجمع كل دول سوا. استنونا في الموسم الثاني من حكايه استا وجزيره الموت. ولا تنسى الصلاه على النبي عليه افضل الصلاه واتم التسليم. واشوفكم على خير والسلام.